الفترة دي ظهر عندنا سؤال جديد، وهو اشتغل كلاود ولا اشتغل ديف اوبس؟ والسؤال ده كده يعتبر غريب. كان هيبقى مش غريب لو كان اتعلم كلاود ولا اتعلم ديف اوبس، وفي فرق بين الاثنين. اعتقد ان السؤال ده ظهر نتيجة وجود اكتر من مبادرة تعليمية فيها تراكس كتير، وبعض التراكات دي اسمها كلاود وبعض التراكس اسمها ديف اوبس. ببساطة الكلاود هي خدمات الاي تي كلها، سواء كانت هاردوير او سوفت وير، لكن مقدمة عن طريق الانترنت. يعني ما بقاش حد مضطر انه يشتري هاردوير ويأسس له مكان سواء غرفة او اكبر ويحط فيه الهاردوير ده ويراعيه بنفسه. دلوقتي في شركات كبيرة زي امازون وجوجل عندهم داتا سنترز كبيرة على مستوى العالم، وانت بتأجر عندهم الريسورسز اللي انت محتاجها في شغلك. اما الديف اوبس فهي الانشطة او المهام او الشغل اللي بنعمله علشان نشغل السوفت وير. الانشطة دي ممكن تتم على الكلاود وممكن تتم اون بريميسز، بس خلينا اقول لك انها بنسبة اكتر من 90% بتتم على الكلاود. فالديف اوبس والكلاود مرتبطين ببعض جدا، لان في الاخر الديف اوبس هو الانشطه اللي بنعملها عشان نشغل السوفت وير غالبا على الكلاود. الانشطه دي من ضمنها تجهيز وتامين الانفراستراكشر اللي هيشتغل عليها السوفت وير، وتجهيز البايب لاينز اللازمه لسحب الكود وعمل له بيلد وعمل ديبلوي على الانفراستراكشرز اللي احنا مجهزينها. طيب طالما الديف اوبس والكلاود مرتبطين ببعض، ليه ممكن يكون في تراك كلاود منفصل؟ ده لان في ناس محتاجين يعرفوا معلومات عن الكلاود لكن هم مش ديف اوبس. اهم الناس دي هم الديفلوبرز اللي لازم يعرفوا الكلاود شغاله ازاي وبنستخدمها ازاي، لكن هم مش هيبقوا مسؤولين عن تشغيل السوفت وير، فبالتالي انشطه الديف اوبس مش في اهتماماتهم. بس هم لازم يتعلموها كويس، لان احنا النهارده بنبني كلاود نيتيف ابلكيشنز.